اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن تطبيق الاهلي موبايل وكروت المرتبات الخاصه بالبنك الاهلي المصري او لحاملين بطاقات المرتبات او اللي بيقبضوا مرتباتهم عن طريق كروت من البنك الاهلي المصري. قبل كده البنك الاهلي كان فتح خاصيه ان لو لو كارت المرتبات مربوط بالرقم القومي ورقم الموبايل فيه مظبوط بيظهر على تطبيق الاهلي موبايل، وكان ممكن من خلاله تستفسر عن الرصيد بتاع الكارت، هل المرتب نزل او لا، او ممكن تعمل كشف حساب عن طريق الاهلي موبايل توضح فيه الحركات اللي تمت على كارت اللي هو المرتب بتاعك. دلوقتي الاهلي طبعا تطبيق البنك الاهلي اتطور وزود عليه اوبشن واحد، ان انت ممكن تعمل بدل فائد للكارت من خلال التطبيق. اوقات كتيره جدا الكارت بيتفقد منك، او ان الكارت بيبوظ، او بيحصل ان الكارت فجأة كده بيتوقف. تمام. فبتعمل بدل فائت كنت بتضطر تروح الفرع او بتروح للمفوض اللي هو الخاص بيه اللي هو ماسك الماليات عند حضرتك في الشغل، وبتقول له يعمل لك طلب، وبيطلب بيتبعت وبيطول. لا، هنا من خلال التطبيق بتخش تعمل بدل فائد للكارت، وطبعا بيحدد لك كمان الفرع او المكان المخصص اللي انت بتيجي عليه الكارت بتاعك، وبيجي لك على المكان اللي انت عايزه وبتستلمه. الخاصية دي خاصية ممتازة جدا، انها كانت بتوفر وقت كبير جدا على اللي هو الموظفين حاملين بطاقات ومرتبات البنك الاهلي المصري. وانا شايف ان هو تطور حلو قوي للابليكيشن، ان هو طبعا بيوفر وقت واكثر دعما لكروت المرتبات. يعني نتمنى الخطوة الجاية اللي هم اللي يعملوها ان يخلي كارت المرتبات يبقى فيه امكانية تحويل من كارت المرتبات للحسابات الشخصية. طيب بعض الناس هيجي يقول لي انا ما عنديش حساب شخصي جوه البنك، طب ازاي ان انا هخلي كارت المرتبات يعني يظهر على خدمة الاهلي نت، او ازاي ان اعمل خدمة الاهلي موبايل وانا ما عنديش تطبيق اللي هو كارت المرتبات؟ حضرتك هتخش جوه الفرع واول مره ومن خلال الفرع هتعمل بيعمل حاجه اسمها رقم عميل مبدئي. ورقم العميل ده بيبقى زي ما يكون بيعمل لك بيسجل بياناتك، او بيعمل لك ملف جوه الفرع. والملف ده كده ممكن يتعامل منه من خلاله خدمه الاهلي نت، وبيظهر عندك كارت المرتبات عليه فقط لا غير، بيبقى عليه خدمة البدل فائد وخدمة ان انا اشوف الرصيد واعمل المرتبات، واشوف المرتب من عليه واعمل كشف حساب. تمام كده. ده الحالة الوحيدة اللي انت ممكن تخش فيها البنك لو انت ما عندكش خدمة الاهلي نت على كارت المرتبات بتاعك. بس لازم يكون لك ايميل ويكون رقم تليفون متسجل، او رقم التليفون بتاعك هو اللي متسجل على كارت المرتبات. اتمنى تكون الحلقة فادتكم، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة، ومع السلامة.